جايب لك بقى ال 55 بوصه. بص يا عم سيد، كل اوبشنين هقولهم من الشاشه دي موجودين في ماركه. مفيش ماركه جمعت كل الاوبشنات في شاشه واحده الا الشاشه دي. بص يا باشا، ركز معايا من اول الريموت كده. انت معاك ريموت ماجيك نفس ريموت ال جي بالظبط، وريموت ال جي بيشتغل عليه عشان البانل بتاعها اصلا بانل ال جي. الريموت اهو يا عم سيد، وسع كده بعد اذنك يا محمد. يلا بص يا باشا، ده الريموت الماجيك اهو بتاع ال جي نفس الشكل. تمام، هتشغل عليها ريموت ال جي هيشتغل، هتشغل ريموتها على ال جي هيشتغل شغال، عشان البانل كمان ايه بلس بتاع ال جي. الله يبارك. اي بي اس ضد الصدمات، سمارت اندرويد، ريسيفر داخلي، ريسيفر اي بي اللي هو بيفك الشفرات، وده مش موجود اصلا في اي شاشه. شغال. تمام، معاك بقى كمان بعد كده يا عم سيد الموبايل بتاعها بيتصل حاجه اسمها ميرور لينك، يعني مش هتتفرج على صوت وصوره بس، انت هتتحكم تحكم كامل في الموبايل بتاعك من الشاشه. وده اعلى سوفت موجود ان انت تنقل الموبايل على شاشه، مش موجود الا في الشاشه دي برضو. شغال. الشاشه دي النهارده دور عليها في السوق، هتنزل شارع عبد العزيز ب 16500. اديني بقول لك هتروح فين تلاقيها، هتدور على النت 16300 16400 وتدفع شحن هتجيلك ب 16600 16700. انا بقول لك موجوده في فرع شبرا مصر، اخر قطعتين ومش هبيع بالسعر ده تاني ب 14500.